بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين. عندك كده كام رقاقة فايضين من بواقي العيد؟ يلا بينا نعمل بيهم أحلى فطار وأحلى تحلية، وحاجة كده سهلة وسريعة هتعملي بيها أحلى فطيرة. يلا بينا، مش هتاخد منك وقت، وهم 10 دقايق بس، و10 دقايق في الفرن، واتفرجي بقى على أحلى فطار أو أحلى عشاء مع كوباية شاي أو كوباية شاي بلبن، وألف هنا وشفا. ادخلي معايا على الفيديو ده، وما تنسيش اللايك والشير. وحاجة كده للناس اللي ما بتحبش بقى العجن ولا تحب عذاب العجن، وكمان ايه موفرة عليك في الصيف بقى وقفة العجن واللت والحاجات دي والفرد والزهق والحر بقى، وما تاخدش معاكي كده، تحطيها في الفرن في منت وتروحي رايحة فين على الفرن بتاعتك وتخلصيها وتقدمي احلى فطار. يلا بينا شوفي بقى عملنا الفطيرة السهلة دي السريعة ازاي. اول حاجة معايا كده حوالي كوبايتين لبن، على تدفيتهم كده خفيف، يعني تبقى دافية كده، لا تبقاش برد من التلاجة. ومعايا ايه حوالي نص كوباية سمنة او كوباية الا ربع كده، سمنة على زبدة او سمنة بلدي اللي متوفر عندك. ومعايا ايه رقاق، كام رقاقة كده حوالي 6 7 رقات. انا عامل بست. الستة بتوعي دولت انا جايباهم على قد الصينية. لازم تجيب صينية هي تاخد منك الرقاقة بالظبط، ما يكونش الصينية صغيرة والرقاقة كبيرة ونقعد نكسر، لا. هحط كوبايتين اللبن الدافيين، واحط عليهم كام معلقة سكر، هدوبهم كده تدويبة حلوة. واديني بقى جبت معايا بقى السكر كده، هو تدويب تدويب تدويب، تفضلي تدوبي فيه لحد ما ايه يديلك تحلية للبن. حوالي كل كوباية كده تاخد معلقتين، حوالي 4 معالق. لو انت عايزة تزودي عن كده براحتك. وبتدهني بقى الصينية دهنة حلوة، لازم تدهنيها دهنة يعني من تحت كده، عشان دي اول رقاقة هتنزل عليها ما تلزقش من تحت. تكون السمنة معاكي برضو سايحة شوية، ما تكونش مجمدة بقى وتلزق منك في الفرشة وفي الصينية وتفضلي تزقي، لا خلي الحاجة ايه، احنا طبعا حر وتبقى دافية كده. وامسكي بقى الرقاق بقى وشربيه باللبن بقى، شربيه باللبن الدافي ده، ما يكونش سخن، يكون دافي كده زي دمعة العين. يا تخرجيه من التلاجة يا اما تسيبيه بره شوية، او تدفيه كده تدفية خفيفة على البوتاجاز. همسك بقى الرقاق بتاعي. على فكرة انت ممكن تعملي منه حادق، احنا ده النهاردة عاملينه حلو. واحشيه بالحشو اللي يعجبك، جبن، فراخ، لحمة طبعا، متعمليش زي البيتزا يعني. هنخش بقى كده اهوت على اول رقاقة، هرصناها في الصينية. وهاتي بقى اللي فيه تكسير واللي فيه فتحات دوت، هاتيه في النص. خلي وش الرقاقة واخرها احسن حاجة. انت ممكن كمان تعمليه على وش البوتاجاز، لو انت من الناس اللي بتعرفي تعمليه على وش البوتاجاز اعمليه على الوش و... وقلبيه كده من هنا ومن هنا. وبعد ما تقلبيه وتسويه ممكن تغطيه بغطا واركنيه كده 5 دقايق، وبعد كده بقى ابتدي قطعي فيه التقطيعة اللي تعجبك. انا ما عملت كده، هعمل 6 رقات وهرجع لكم تاني. بصوا دي اخر رقاق معايا. يعني يمكن حتى اللبن بتاعي هو يدوب، يعني ال6 رقات ما شاء الله، يعني خدوا حوالي كوباية ونص لبن، لسه فيه بتاع حوالي نص كوباية. والنص ده خليه ما ترميهوش، خليه استخدميه تاني. بص بقى انا شربت كل الرقاق بتاعي. وطبعا كل مرة بدهن سمنة لازم، عشان تديكي طعم الفطير المشلتت، كأنك عاملة فطير مشلتت فريش قدامك بالظبط، ولا عجن ولا فرد ولا وجع قلب زي ما بيقولوا. دهنت كده كل الفطير بتاعي، خلاص بقى نسميه فطير. وهسيبهم بقى، انت بتشوفيهم تفتكريهم ان هم عاليين، لو سبتيه 10 دقايق هتلاقيه هبط لتحت ونزل خالص في اخر الصينية. هروح ادخلهم الفرن بتاعتي حوالي 10 دقايق، يا اما تقلبيها من وقت للتاني، يا اما تسيبيها لو ولع الشوايه، لو الفرن عندك مش، انا ما ولعت الشوايه، الفرن الحمد لله كويسه. بصوا بقى طلعت بقى كده بعد حوالي ربع ساعه ما كملتش. وببتدي بقى اقطعها بقى، سيبيها تهدى كده حوالي 5 دقايق علشان تعرفي تقطعيها. وكمان تكون ايه الوش بتاعها بيبقى لسه ايه ناشف شوية، تبص تلاقيه نزل وطير معاكي. لو غطيتيها كمان، ما غطيتهاش برضه هو بيطرى. وابتدي بقى اقطع بقى، وشوفي بقى شكل التورقات بقى وهي طالعة بقى من النص كده. انا بقى ماسكها لكم هي سخنة لدرجة ان انا مش قادرة امسكها، بس اهو بحاول بس. والتورقات، وهتلاقوا طعمه جميل جدا، والف هنا وشفا.
بصوا الجمال بتاعه، هو بيبقى رقيق 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 من ان هو بينزل لتحت، وبيبقى بصوا عشان انا لسه الصينيه سخنه، هسيبها كده 10 دقايق. هاجي الاقيها خرجت اخر طبق، دي اللي ماسكه في الصينيه هتخرج دلوقتي معايا. اول ما هبتدي اسيبها كده بتاع 10 دقايق وهرجع لكم تاني. بصوا بقى انا كده اهوت ما خلصتها وابتديت التقطيع بتاعها كله وحضرتها. وبصوا بقى شكل الرقاق من هنا ومن هنا، ولا يبان ان رقاق، ده فطير طبيعي، فطير جاهز بألف هنا.